سدي فمك علشانك. كاينين النساء ما خاصهمش خياط اللي يخيط ليهم القفاطن والجلالب، وانما خاصهم خياط اللي يخيط لهم الفم. شتك اختي الحبيبه، فيما تكوني في مجالس النساء، في شي عرضه في وسط العائله، ما كتهناي ما كترتاحي حتى كتخوي المزيوده. الناس كلهم والعيالات كلهم كيجلسوا مثبتين مرزنين سادين فوامهم الا نتيا تقولي بحال جالسه في كرسي الاعتراف، كتعاودي له مع الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل. درنا ودابا كنديرو وغدا غنديرو. كتعاودي الصغيره والكبيره لي ديطاي ديال الحياه كلهم كتحطيهم في هذاك المجلس، تقولي بحال جالسه في كرسي الاعتراف. هذوك الاخوات كاملين اللي ساكتات ومتبتات ومرزنات، اختي الحبيبه، هما ما عندهم ما يعاودوا، ما عندهمش المشاكل. ها فين كاين اللي كتنشري الغسيل ديالك في مجالس النساء؟ يا فين اختي الحبيبه اللي كتخرجي اسرارك واسرار البيت ديالك والخصوصيات ديال البيت ديالك؟ يا فين كاين اللي كتجبدي العيوب ديال الزوج ديالك في مجالس النساء؟ كتلعبي دور الضحيه. شوفي راه الشفايه اكثر من العزايه، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. وزيدون هادوك كاملين اللي ساكتين في المجلس، وانا جاب دراج اللي كنهضر فيه وكنقول فيه اللي يقول لي ما يليقش. واش اختي الحبيبه دوك العيالات كلهم الازواج ديالهم مثاليين؟ مزوجين هما بالصحابه ولا بالرسل ولا المبشرين بالجنه، ولكن تكيات ومرزنات، وعارفه ان الا عاودتي ليها الا عاودات ليك ما عندك باش تفيديها، ما عندك باش تفيديها، وما كترضاش، ونفسها عزيزه. وهذه هي المراه الحره الاصيله والمؤصله القاده والمقده. انت لا، فيما مشيتي للجرده تعاودي، مشيتي للحمام تعاودي، تلاقيتي مع شي وحده في حدا باب المدرسه تعاودي، مشيتي لشي عرضه تعاودي، وسط العائله تعاودي، سيرتك ولات على كل لسان. خبارك اختي الحبيبه شي حاجه سميتها الخصوصيه ما عندكش، ما عندكش، هذا ما كتقدريش تسديه. تا كترجعي للدار وكيتنادم معاك الحال، كتقولي اخر مره نعاود، وهما ما كتديش منهم باش تنقي سنانك. كتلقايهم غارقين في المشاكل من راسهم حتى لساسهم. كتلقاي راجلها انت دقيقه وحده ما تعاشرش مع داك الانسان، ولكن ما يمكنش اختي الحبيبه تنشر كما قلت لك السلبيات ديال راجلها ولا الايجابيات. كاينين عيالات الحرات ما نجبتش راجلي لا بالسوء لا بالسلبيات ولا بالايجابيات. شحال مره قلت لك اختي الحبيبه يعيشي حياتك في السر، لان العلن لا يبشر بالخير. المراه الذكيه هي اللي ما كتجبتي، كنقول بحال شي رمانه مغمضه اختي الحبيبه، ما كيعرفش الانسان شنو تحت راسي. الناس كلهم مثبتين في هذيك العراضه وفي هذه، الا انا كتسمعي صوتي هو اللي كتسمع. تقولي انا بوحدي اللي عندي المشاكل، تقولي انا اختي الحبيبه جالسه عند الطبيب النفساني، عندي جالسه مع الكوتش، كنجبد الصغيره والكبيره ونجبد ولادي ونجبد راجلي ونبدا نشكي ونبكي. الشكوى لغير الله مذله. انت اللي كتشوفي فيا بغيتك تعيشي الضعف ديالك بينك وبين الله سبحانه وتعالى فقط. عندك ما تشكي، حلي صليتك اختي الحبيبه، حطي جبهتك للارض وطلبي الواحد الاحد الذي يثبت القلوب ويقلب القلوب. اما الناس والعيالات ما عندهمش باش ينفعوك، غير كتخسري قيمتك، غير كتخسري قيمتك. ونزيدك حاجه اخرى، اي وحده فيكم كتعاود على اسرار دارها وعلى راجلها وعلى بزاف ديال الحوايج، وما يعني ما كتحترمش، ما كتحافظش على الخصوصيه ديال البيت ديالها، حتى الناس كتكون في نظرهم ماشي شي حاجه، كيشوفوا فيك بنظره احتقار ونظره استصغار. هذيك غا داويه، هذيك غا برواله، اسرار دارها ومخرجاهم، ماشي انا نامنها على اسرار داري. كتلقايهم مثلا حتى خواتاتك خوالاتك عائلتك الاقرب المقربين، كتلقاهم كيخبيو عليك شي حوايج. كتلقاي راه الحديث داير بيناتهم كاملين في واتساب وفي هذا، انت ما كيقولوش لك. علاش؟ حيت عارفين لسانك سابقك، عارفين هذا ما كتحكميش فيه، عارفين اختي الحبيبه كتعاودي الصغيره والكبيره، كتقولك اسرار دارها خرجاتهم، ماشي انا نامنها على اسرار داري ولا على هادشي اللي غندير، ولا ما كتبقاش عندك الثقه وما كتبقاش عندك القيمه، ما كتكونش فيك الثقه وما كتبقاش عندك القيمه، والانسان ديما كيشوف فيك بنظره استصغار واحتقار. ومالك اختي الحبيبه، انا نجلس وتثبت اللي ما عندوش الكثير راه عنده القليل في هذاك المجلس ولا في هذيك البلاصه. وكيما قلت لك الضعف ديالي ما نعاودوش، انا قبل ما نخرج من باب داري كيما كنسد الباب على داري كنسد على مشاكلي. ما عمرني ما هزيت مشاكلي وخرجتهم معايا ديتهم معايا المجالس النساء ولا العراضات ولا المناسبات ونبدا نعاود اللي يليق واللي ما يليقش. علاش؟ باش غينفعوني الناس. لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. شنو اللي ما تشفى ما عنده باش ينفعني. وكما قلت لك الشفايه اكثر من العزايه. داكشي علاش الانسان يكون بقيمته، يكون بقيمته، نثبت ونترزن ونسد فمي.
نسد فمي، راه تا واحد ما خطاتو المشاكل، تا دار ما خطاها صداع، تا راجل ما خطاتو العيوب، وتا مرا ما خطاوها العيوب. كلنا كنخطئوا، كلنا كنغلطوا. انت لا، غير هذا ميمكنش يتسد. وشحال وحده فيكم كتقول اخر مره، ولكن ولات فيها قاعده ما تقدرش، حتى كترجعي لدارك وكتندمي تقولي جداني نعاود ليهم، جداني نقول لهم هادي وهادي 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 وهادي، ياكي كتقوليها ولا ما كتقوليهاش؟ جداني نعاود لهم، جداني نفتح لهم قلبي، جداني ندير لهم ماشي صافي. بحال هذيك النفس اللوامه كتخدم شويه وكتقولي كتبردي على راسك وتقولي ايوا صافي. المهم خويت قلبي، المهم خويتي قلبك، على ما كتضحكي علينا ولا على راسك. تعلمي تستري الاسرار ديال البيت ديالك قبل ما تخرجي. سدي عليهم كما كتسدي على الدار، سدي عليهم حتى هما لداخل. نخرج كنعيش الضعف ديالي بيني وبين الله سبحانه وتعالى فقط، فوق الصلايه ديالي وجبهتي الارض ووجهي متجه للقبله، تما فين كنعيش الضعف ديالي. قبل ما نخرج من داري كنقاد حالتي ونضحك وننشط وهادي، حتى واحد ما كيعرف شنو تحت راسي. وكما قلت لك راه اللي ما عندوش الكثير عنده القليل. تدار ما خطاوها المشاكل ولا الاختلافات ولا سواء المشاكل الصحيه ولا الماديه ولا المعنويه ولا حتى حاجه. نستر العيوب ديال الزوج ديالي على هذيك اللي ساكته ضربه الطم. انت اخبارك واسرارك يدوزوا بهم الكيسان ديال اتاي. اسرارك واخبارك ولا والناس في المجالس كيدوزوا بهم الكيسان ديال اتاي مع الفقاس، ولكن هما اسرارهم وشنو واقع عليهم. وهذا بالسر والكتمان كيطبقوا وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. جمعي راسك اختي الحبيبه، جمعي راسك وقولي لراسك يجمع راسو. ودي نصيحه مني ليك، وربي ما عمره ما غيخيبك. هاد الناس كاملين اللي ساكتين، الا ساكتين هذا ما كيعنيش انهم ما عندهم حتى حاجه، حتى هما عندهم ما يتعاود، ولكن ما لقاوش لمن غيعاودوا. في هذا الزمان كنعاود الله سبحانه وتعالى، كنبكي على الله سبحانه وتعالى، كنشكي على الله سبحانه وتعالى. ولكن ملي كنوض كنمسح دمعتي، كنوض مرا قويه. يعني الضعف ديالي ما يشوفو حد، ما نبارطاجيه مع حد، ما يسيق ليه حد الخبار. وكا بغاتك اختك سميره تكوني في امان الله.